سنين من الهزيمة، وفجأة بيبسي لعبتها صح قدام كوكاكولا. خليني أحكي لك القصة. في السبعينات كوكاكولا كانت الملك في سوق المشروبات الغازية. الناس بتشتريها مش عشان الطعم، لا، بتشتريها عشان الاسم والتاريخ والهيبة. وبيبسي كانت بتحاول، لكن مهما عملت الفرق كان واضح. بس بدل ما تستسلم، بيبسي قررت تواجه وتعمل حاجة مجنونة. الفكرة كانت تحدي بيبسي. جابوا الناس من الشارع ودوقوهم نوعين من المشروبات من غير أي اسم، واحد بيبسي والتاني كوكاكولا، والناس مش عارفة مين فيهم مين. والمفاجأة أغلب الناس طلعوا بيحبوا المشروب اللي هو طلع بيبسي. وطبعا كان كل ده بيتصور، وردود أفعال الناس كانت خرافية. النتيجة كانت إن بيبسي عملت حملة تسويقية ضربت السوق، وحصتها ارتفعت من 18% ل 33% وقت قصير جدا. اما كوكاكولا اتلخبطت لدرجه انها غيرت تركيبه مشروبها الاصلي، وغلطت اكبر غلطه تسويقيه في تاريخها. الفكره هنا ان المنافسه المباشره مش دايما خطر لو عندك نقطه قوه حقيقيه. بيبسي اثبتت انك حتى لو اصغر ممكن تكسب لو لعبت صح على نقط ضعف واضحه عند اللي اكبر منك، لان اوقات المواجهه الجريئه هي اللي بتغير قواعد اللعب كلها.